السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في زاوية صغيرة من قلبي وفي من القلب للقلب. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد المسألة ولا واحد الخطأ اللي كنخطاوه أغلبيتنا، اللي هما التوقعات. كل واحد فينا كيكون عنده واحد المجموعة ديال التوقعات من الناس اللي كيبغي. كنتسناو منهم يفهمونا، كنتسناو منهم يكونوا حدانا، كنتسناو منهم يديروا بعض الأمور معينة باش نحسوا بقيمتنا. وهذا الشيء نقدروا نقولوا شيء طبيعي، حيت ملي كنبغيو شي حد كنبغيو نحسوا بالاهتمام وكنشوفوه بواحد الصورة معينة. ولكن أحيانا التوقعات كتكون أكبر من الواقع، كنبقاو نتسناو من الناس يديروا أشياء هما أصلا ما عارفينش أننا كنتوقعوها منهم. وهنا كيبدا الإحباط، كنقولوا علاش ما فهمنيش ولا علاش ما فهمتنيش ولا علاش ما دارتش هاد الحاجة بالضبط. ولكن يمكن الحقيقة البسيطة ولا الحاجة اللي واضحة هي أننا ما عبرناش على توقعاتنا. ما كنتسنى منك ديري هاد الحاجة، ولكن أنا ما طلبتش منك ديري هاد الحاجة هادي. مثلا أنا عرفت أولا أنا مثلا كيسحاب ليا أنه بنت مثلا لشي صديقة ولا صديق بنت لهم أنني أنا حزينة، ولكن هما ما كانوش متوقعين أنني أنا حزينة وأنني محتاجة أنا لهاد المسألة هادي، حيت أنا ما طلبتهاش منهم وما بينش ليهم. ولكن أنا صحاب ليا أنهم بانت ليهم أنهم حيتاش هما صحابي وكيعرفوني غيفهموا هاد المسألة هادي، في حين أنه لا. وماشي كاع الناس كيعرفوا يعبروا بنفس الطريقة. كاين اللي كيعبر بالهضره، وكاين اللي كيعبر بالافعال، وكاين اللي كيعبر غير بوجوده في حياته. كاين بعض الناس اللي راه اكثر حاجه ولا اقصى حاجه يقدر يديرها هي انه يجلس حداك فاش تكون انت صافي مخربقاك الحياه وما ما عارف شنو دير في حياتك وحزنان وهكا وباغي غير تبكي وجالس. ما يقدرش هو يجي يهضر معاك ولا يجي يطبطب عليك ولا يجي يواسيك بشي بالهضره ولا بطبطبه يعنقك ولا شي حاجه بحال هكا. لا، ما كيقدرش حيت ما كيعرفش، هو كيعرف غير يقدر غير يجلس حداك. هذيك هي اقصى حاجه يقدر يديرها، هي انه يكون كاين حداك في ديك اللحظه. اولا شخص اخر يقدر غير كيدعي معاك، ما قادرش يدير لك حتى شي حاجه اخرى غير انه يدعي معاك. وهنا فين كاين المشكل، اننا ما كنعرفوش نفهموا بعضياتنا، نفهموا انه راه كل واحد عنده طريقه تعبير مختلفه على الاخر. وحنا كنتوقعوا انه مثلا انا التعبير ديالي باني نهضر، فالشخص الاخر فاش غيحس بيا مثلا انا ماشي هذيك خصو حتى هو يهضر معايا، ولا حتى انا محتاجه انه يهضر معايا. ماشي غير حيتاش انا محتاجه ولا متوقعه انه غيهضر معايا فراه صافي غادي يهضر معايا حيتاش انا باغا يهضر معايا، في حين انه هو لا، ممكن غير اقصى حاجه يقدر يديرها فاش يشوفني اني انا ماشي بخير هي انه يدعي معايا، ولا هي انه ي... ي... يجي يجلس حدايا في اللحظه اللي انا نكون حزنانه فيها. وإلا بقينا كنبنيو العلاقات ديالنا على التوقعات، راه كنظن أنه التوقعات من بين الأسباب اللي كتضيع الجمال ديال أولا جمالية العلاقة ولا ديك الحلاوة د العلاقة. حيت أنا كنكون عاطاك كنكون عاطاك 100% ديال التوقعات الواعرة، وانت راه الانسان ماشي واعر باش انا نقول هاد الانسان بيرفكت وفيه كذا وفيه كذا، ولا هاد الانسانه واعره وفيها كذا وفيها كذا، وانا كنتوقع انه هادو مجموعه ديال التوقعات اولا هي مجموعه ديال التوقعات اللي انا كنتوقعها من هاد الشخص هذا. في حين انه هو راه يلا قادر يدير غير 50% من ديك الامور، هو الحقيقه ديالو يلا فيها 50%، فانا كنعطيه توقعات اكثر من الحقيقه ديالو. والغلط هنا ماشي ديال الشخص بحد ذاته، بقد ما هو الغلط ديالي انا اللي عاطا دوك التوقعات. والعلاقه الصحيه ما كتكونش العلاقه هنا كنقصد بها كاع انواع العلاقات اللي كاين في حياتنا، باش ما يمشيش بالكم العلاقه وحده بالضبط. فالعلاقه الصحيه ما كتكونش مبنيه على الكمال، على انه هاد الانسان بيرفكت وهاد الانسانه بيرفكت فصافي كلشي بيرفكت. ما كايناش شي حاجه سميتها الكمال، الكمال لله وحده. العلاقه الصحيه كتكون مبنيه على التفاهم. التفاهم هو اننا نهضروا بصراحه، نشرحوا احساسنا ونسمعوا للطرف الاخر. هذا هو المشكل، اننا كبرنا في مجتمع، كنقولها وكنعاودها، كبرنا في مجتمع اللي ما معلميناش كيفاش نهضروا، ما معلميناش كيفاش نفهموا بعضياتنا وكيفاش نحطوا الامور ديالنا اطابل. علاش كنتسنى انا مثلا من صاحبتي انها تفهم انني انا حزنانه وداخله في اكتئاب، وانا راه فاش كنتلاقاها كنضحك معاها. علاش مثلا
باغاها تواسيني، نمشي نجلس معاها ونهضر معاها ونقول لها ها الأمور اللي كنحس بها، هاد الحوايج اللي كيضروني، هاد الحوايج راه الإنسان ما كيفاش واش حنا سحارين باش نفهموا، واش حنا سيدي ربي باش نفهموا باش نعرفوا شنو كيدور في كل واحد فينا لداخل ديال راسو شنو كيدور فيه، ما نقدروش نفهموا هاد الأمور هادو. إلا ما قلتيش ليا بلي راه أنت فيك كذا ولا ضرك كذا ولا باغي كذا، راه ما غاديش نعرفها أنايا، راه ما كنقراهاش في السما، كيفاش غادي نعرف وأنت ما هادرش معايا؟ فالتفاهم هو أننا نهضروا بصراحة مع بعضياتنا، وأننا نشرحوا الإحساس ديالنا باش كنحسوا شنو الحاجة اللي ضرانا، وأننا نسمعوا للطرف الآخر. والتوقعات الكبيرة أننا نتوقعوا بزاف أننا نتوقعوا أمور كثيرة من واحد الشخص، راه كتكون هي السبب ديال الإحباط، في حين أنه العلاقات اللي كيكون فيها الوضوح والصدق والاحترام كتكون أبسط ولكن كتكون أصدق وأقوى. وهادو هما العلاقات اللي كينجحوا، اللي كيكون فيهم الصدق والاحترام والوضوح. حاجة ضرتني كنقولها ماشي كنخبيها وكنتسنى الشخص الآخر يفهمها. هاد المسألة هادي بزاف كنديروها حنا للعيالات بشكل عام. ما غنقولش كلشي، المهم أغلبية هي أننا كنتسناو من الطرف الآخر يفهم بلا ما نهضروا، وهذا خطأ. خاصنا نهضروا باش الطرف الآخر يفهم. الطرف الآخر كنت سوا صديقة، أم، أب، أخ، جد، زوج، عم، خال، أي واحد بغيت شي شخص يلاحظ شي حاجة ماشي غنلمح ليه، غنقولها ليه. جيني فاس، جيني جود لا جيني ما جود، قول لي الحاجة اللي ضارك ولا الحاجة اللي ما عاجبكش والحاجة اللي نقدر نعاونك فيها، قول لي وانا نعاونك الا قديت نعاونك، ماشي انا تبقى تلمح ليا ولا كيفاش انا غنفهمها.